علمنا أن الإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني قد تستفيد من المناصب المالية الشاغرة حاليا عبر تنظيم مباراة للتوظيف دون انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية الجديد. وأفادت مصادر مطلعة أنه يمكن للإدارة العامة للأمن الوطني أن تستغل المناصب الشاغرة لديها عبر فتح مباراة للتوظيف تعوض عناصرها المحالة على التقاعد أو الإلحاق أو المناصب التي ما زالت متبقية عن المناصب التي منحت إليها في قانون المالية الماضي في سنة 2016 دون انتظار قانون المالية لسنة 2017. وأضافت ذات المصادر أن عدد المناصب التي تخصص عادة للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بالديسة في كل قانون مالية غير كافي، خاصة مع التهديدات الإرهابية التي يتم إحباطها بين الفينة والأخرى، حيث أن هناك أنباء قوية عن استفادة الإدارتين من دعم مالي ومناصب مالية سنة 2017 في حدود المسموح به وحسب المنصوص عليه في قانون المالية. من جهة ثانية، قالت مصادر متتبعة أن مقترحا في قانون المالية لسنة 2017 سيعرض على البرلمانيين لتعويض المناصب التي أحيل أصحابها على التقاعد دون انتظار قانون المالية مطلع 2017، ما يعني أن الإدارتين بإمكانهما تنظيم مباريات للتوظيف منذ الآن دون انتظار السنة المالية الجديدة التي يرتقب أن تخصص 7800 عنصر بشري جديد سيعزز الإدارتين وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى.